عمري ما كان عندي صراع نمبر 1. مفيش رقم واحد في المطلق، الواحد هو الله. كلام جه على لسان النجم الكبير أحمد العوضي عشان يقصف بيه جبهة محمد رمضان والشهير بنمبر 1 بصورة مفاجأة. ويا ريته اكتفى بده وبس، ده كمان جاب سيرة بيومي فؤاد هو التاني. وغير كل ده كشف السر اللي الكل كان عاوز يعرفه عن سبب انفصاله عن ياسمين عبد العزيز. فتعالوا معايا أعرفكم ليه أحمد العوضي قصف جبهة محمد رمضان وبيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج على المسرح. ويا ترى ايه هو سر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟ قصف جبهة من العيار التقيل هاجم بيه النجم أحمد العوضي الفنان محمد رمضان، واتهمه بالغرور بس بطريقة شيك وغير مباشرة خلال لقائه في برنامج على المسرح. العوضي كمان اتكلم عن قصة لقب نمبر 1 وفنان مصر الأول، فقال عمري ما كان عندي صراع نمبر 1، مفيش رقم واحد في المطلق، الواحد هو الله، ومفيش حد واحد طول الوقت، مفيش حد رقم واحد طول الوقت، ومفيش حاجة اسمها كده لأن دي مش عدلة الدنيا. كمل العوضي كمان كلامه وقال عن التواضع وإن المفروض الفنان يكون متواضع ويكون مش مغرور، فقال عمري ما هقول إن رقم واحد لأني ما بصدقهاش، أنا راجل ناجح ومسلسلي ناجح ومكسر الدنيا، لأن لو كانت دامت لغيرك ما كانتش تجيلك. حب الناس ليا أبرك من نجاحي، والغرور هو بداية النهاية. كلام ضرب نار على محمد رمضان وش. وبعد ما خلص العوضي على محمد رمضان دخل بقى على بيومي فؤاد حبيب الكل، واتكلم بقى عن قصة بطولة فيلم الاسكندراني اللي ادعى بيومي فؤاد ان هو بطله مش أحمد العوضي. العوضي كمان كان منفعل وقال الكلام ده من وجهة نظر الأم، هو أستاذ أسامة أنور عكاشة كلمه، مفيش حاجة اسمها كده، الفيلم بطله هو الابن اللي هو بكر الاسكندراني واللي بيجسده شخصية الأب اللي بيجسده بيومي فؤاد. وتابع كمان العوضي كلامه وقال البطل في فيلم الاسكندراني بكر اللي بيصارع أبوه ابن عمه والبنت اللي حبها وثبته، وبيصارع أهل الحتة اللي وافقوا على الجوازة، وإن الجمهور دخل فيلم الاسكندراني بسببه، وإن برومو الفيلم أكد كمان إن اسكندرية ليها كبير وهو بكر الاسكندراني ومش بيومي فؤاد اللي بيقدم شخصية الأب. وبعد كل الكلام ده جه دور بقى حوار انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، وكشف العوضي المستور عن سر انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وده خلال لقاء ليه في برنامج على المسرح. اتكلم كمان عن طليقته وقال انه لسه بيحبها وحبها كمان مالي قلبه، وان القضاء والقدر هو اللي تسبب في انفصالهم، وان ياسمين عبد العزيز هتفضل حب حياته للأبد واهم شخص عنده. اتكلم السوبر ستار العوضي عن الانفصال وقال انفصلنا على قد احترام الناس لينا واحترامنا للناس، عشان لما الناس تشوف منك الحاجة الحلوة وكمان السعادة بتبقى قدوة وإنك بتصدر طاقة حلوة. العوضي كمان كمل كلامه ما كانش عاوز يسيب سيرة ياسمين وقال عنها ياسمين عبد العزيز جدعة وهتفضل بالنسبة لي حاجة كبيرة، وحبي ليها مش هينتهي، وانتهاء الزواج فراق ودي أقدار. عن حالته بقى النفسية اللي كانت وحشة بعد الانفصال قال العوضي ما تكسفش أبدا إني أقول كده، وعشت معاها قصة حب كبيرة وعشان كده وصلت للناس بالعمق ده، لأنها حب حياتي الوحيد، وعشت معاها أيام فيها حب ونجاح وكمان أزمات وحروب ومرض. اتكلم كمان أحمد العوضي عن شهامة ياسمين عبد العزيز معاه وقال كمان لما تعبت بعد طلاقنا ياسمين عبد العزيز هي اللي وقفت معايا، ومفيش حد بيعمل كده، هي النجمة الأهم في الوطن العربي، بس عندي في حياتي حاجة كبيرة جدا. وأكد كمان إن سبب انفصالهم كان القضاء والقدر والاسم والنصيب مش أكتر. في النهاية بقى ياريت تقولولنا وتشاركونا برأيكم في التعليقات. يا ترى ايه رأيكم عن تصريحات العوضي الجامدة دي على ياسمين عبد العزيز وكمان تصريحاته على محمد رمضان وبيومي فؤاد؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.